يا جماعة مصر بتتعادل مع اسبانيا في ملعب اسبانيول وخلتنا نفكر ماذا لو وعينينا على كأس العالم. اكيد لسه بعيد قوي، بس النتيجة دي ترفع طموحنا. لو احنا عاوزين نعدي دور المجموعات، لا احنا كان ممكن نفكر في دور 16، طب نعدي لدور 32. خلت طموحنا اعلى من ايا كان بقى طموحنا كان ايه. احنا بنلاعب بطل اوروبا، فعشان كده الماتش هو تعادل سلبي، بس بالنسبة لنا احنا مكسب. ما اعتقدش لو سألنا اي لاعب من اسبانيا هيعرف مين مروان عطية او مهند لاشين. فريق منتخب مليان نجوم، مش بنحتك معاهم كل يوم. يلا بينا نبدأ، بس لو أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان ما يفوتكش أي فيديو. والفرق بين منتخب زي اسبانيا ومنتخب زي مصر لما بيلعبوا ماتش ودي، منتخب اسبانيا هينزل يلعب على الهادي بدون ما يجهد نفسه. زي ما بدأ الماتش ما بيضغطش كتير، لامين يامال مفكر نفسه هيلعب ماتش على الواقف وكده. مش لامين يامال بس، معظم لعيبة اسبانيا كانت بتلعب بنفس الطريقة دي، وده كان سبب أدائهم السيء في الشوط الأول. أما منتخب مصر فنزل يضغط، يحاول يعمل حاجة قدام منتخب وورد كلاس. لعبتنا عايزة تثبت لنفسها حاجة، بيتقاتل على كل كورة. حتى بالنسبة لنا كجمهور الماتش مهم قوي، مع إنه المفروض إنه ماتش ودي. تلاقي ناس كتير جدًا كانت مستنية الماتش ده، متحمسة ليه، كانت واقفة في آخر دقايق الماتش على أعصابها. لو سألتني أكتر حاجة تكرهها قبل الماتش إيه، هاقول لك إن إحنا ننزل ندافع. يا عم العب، هيحصل إيه؟ هتخسر، هتشيل سكور في الأول وفي الآخر ده ماتش ودي أصلًا. هتستفيد إيه لمّا تلعب 90 دقيقة بتدافع وفي الآخر هتخسر برضه؟ فاحترمت جدًا حسام حسن إنه بدأ الماتش ضاغط، بيلعب بشخصية كويسة جدًا، مش شخصية الفريق اللي هو أنا ضعيف وجاي أخسر وأنا مش عايز أشيل سكور والكلام من ده. ده شيء احترمته فيه جدًا. خلّينا بقى نتكلم عن الشوط الأول اللي كان حلو جدًا. طلعنا من الكورة، بنعرف نطلع الكورة تحت ضغط بدون ما نغلط، وده كان حاجة غير متوقعة، وخصوصًا إنك بتلاعب منتخب إسبانيا، بتلاعب منتخب بيعرف يضغط، بيعرف يستحوذ، وكونك بتعرف تطلع بالكورة تحت الضغط ده، ده شيء مبهر بصراحة. يمكن اللي ساعدنا شوية إن هو ماتش ودّي، إحنا واخدين راحتنا شوية، مش مضغوطين، وفي نفس الوقت لعيبة أسبانيا ما بتضغطش، كانت بادئة الماتش ما بتضغطش جد أوي. فده كان ساعدنا وكان في صالحنا إحنا. وكل ما الوقت يعدّي، كل ما الثقة بتاعتنا بتزيد، كل ما نحس إن إحنا قادرين ننافسهم، قادرين نلعب أكتر. في كذا حاجة أو كذا نقطة أنا حابب أتكلم عنها، منها حمدي فتحي. حمدي فتحي أنا ما كنتش شايفه defender مهم أوي، بس كقلب دفاع هو لأ، لاعب تقيل وبيلعب في المركز ده أحسن ما بيأدي في نُص الملعب. وفي حالة تفاهم بينه وبين ياسر إبراهيم الحفاظ عليها. أعتقد إن هُم الاتنين دول المفروض يكونوا بيشاركوا بشكل أساسي في كأس العالم. برغم إن أنا باحب حسام عبد المجيد، بس يعني أنا شايف إن حسام عبد المجيد مع ياسر أو حسام مع حمدي ممكن ما يكونوش متفاهمين أوي. فالحتّة دي أعتقد إن حسام حسن برضه شايفها وهو خلاص اقتنع بهذا الأمر. مصطفى شوبير عمل ماتش كبير جدًا. أنا أحسن ماتش شُفته لمصطفى شوبير تقريبًا ده في حياته. أنا ما كنتش مقتنع أوي بمصطفى شوبير، أو شايفه إن هو ممكن يكون إيه overrated شوية، خصوصًا إن هو ابن شوبير وكده. ما اتفرّجتش عليه كتير بصراحة، بس في ماتشات كتير كنت دايمًا باشوفه في الماتش كده ممكن يعمل ماتش حلو، بس يغلط غلطة معيّنة. لعب ماتش حلو جدًا، وأعتقد كونه لعب ماتش زي ده هيبقى أساسي، وهنشوفه أساسي مع المنتخب مصر، وأعتقد مع الأهلي كمان، وما تسألنيش عرفت إزاي. الشوط الأول خلص، عملنا كذا هجمة حلوة، مرموش ضيّع كورة خطيرة جدًا. كان استحواذنا في الماتش في أوقات كتيرة من الماتش كان 50-50 لحد بقى ما جينا بين الشوطين. فبين الشوطين كده كنت فاتح في الاستفزاز باقول بين الشوطين تفوق حسام حسن على مدرب أسبانيا، مع إن الشوط خلصان 0-0 أصلًا. فنزلنا الشوط التاني مش شايفين قدامنا ضغط لعيبة أسبانيا ومش قادرين نجاري الريتم بتاعهم. واضح إن مدربهم شلِّف لهم بين الشوطين وفكّرهم إنهم المنتخب بطل أوروبا. وبالمناسبة والله أنا افتكرت فعلًا تعليق حاتم بتشوفه في الماتشات، معلق رتمه هادي مش مزعج وفي نفس الوقت بيفكّر في الكلام قبل ما يقوله. يعني هو بالنسبة لي أنا مريح. بالنسبة بقى لاختيارات حسام حسن، حسام حسن بيحب نوعية الأجنحة اللي زي إسلام عيسى، اللي بتموت نفسها في الملعب، تقتل في كل كورة. ده غير إن إسلام عيسى مهاري بس بيساند دفاعيًا بشكل كبير، ومش بيبخل بأي نقطة عرق. اللي بالنسبة لي حالة غريبة إنه بيحب زيزو، مع إن زيزو ده عكس إسلام عيسى. زيزو ما بيساندش، عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدًا، فده يعتبر حاجة جديدة عليّا كده من حسام حسن. زيزو كان وحش أوي، يعني هنا مثلًا زيزو بيجري بالكورة في الout، أسوأ حاجة ممكن تشوفها عينك هي زيزو وهو بيلعب ناحية الشمال، حاجة متعبة فعلًا للعين. فتوح عظمة جدًا، أداء ثابت في الماتش، لاعب واثق من نفسه، والموهبة دايمًا بتسهّل حاجات كتير. بس في كام نقطة سلبية لازم نتكلم عنها. أول حاجة محمد هاني. محمد هاني ده عليه حيّات يا جدعان، ما عرفش يعمل tackle مضبوط هنا وكان بسببها هييجي جول. الكورة كانت offside بس ما علينا. ياسر إبراهيم فكّروا حكم مصري أمين عمر والّا حاجة، فداخل يستفز الحكم بعد الطرد، فرزعه إنذار من غير ما يفكّر. في نفس اللحظة اللي هو بيتكلم فيها ادّى له إنذار. والكورة أنا أول ما شُفتها في الأول في الlive فكّرت إنها مش يعني مش foul أو ما تستاهلش أو كده، بس لمّا اتعادت لقيتها لأ، هي فعلًا foul وتستاهل إنذار.
حمدي فتحي استاهل انذار وكان معاه انذار فاتطرد. من النقط برضه السلبية هي إمام عاشور. إمام عاشور كان من الأسباب اللي كانت مخلّيانا شكلنا حلو في الشوط الأول، يمكن هو مش fit أوي، مش أحسن مستوى ليه، بس مع ذلك كان مخلّينا مستحوذين على الكورة، لعب كذا كورة لقدّام، فخروج إمام عاشور ما بين الشوطين ونزول تريزيجيه دمّر استحواذنا وشكلنا الهجومي تمامًا في الماتش. ما كنتش أتمنى يطلع، ولو كان هيطلع كان المفروض ينزل حد يقدر يلعب في المكان ده. هتقول لي ما فيش حد يلعب في المكان ده في مصر، لإن حسام حسن ما اختارش حد، ما اختارش ناصر ماهر، ما اختارش حد تاني يقدر يلعب في المركز ده، اللي هو مش موجود منه لعيبة كتير في مصر. خلال آخر كام دقيقة بقى من الماتش باتفرّج وسيناريو ماتش البرتغال في وداني وتعليق مدحت شلبي الأيقوني مش عايز يطلع من دماغي، عاوز إيه يا عمنا؟ في النهاية الماتش خلص 0-0 والماتش ده يدّينا أمل إن ممكن نعمل حاجة في كأس العالم ويعشّمنا إن ممكن نبقى عندنا طموح نشرّف بلدنا. أنا كنت حابب شكل منتخب مصر في الشوط الأول أكتر بكتير، ما كنتش حابب نبقى المنتخب اللي مقفّل خصوصًا إنه ماتش ودّي. يا ريت لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وcomment برأيكم، ده هيفرق معايا جدًا في إني أكمّل وأقدّم لكم محتوى زي ده بشكل ثابت مستقبلًا. يالّا بقى سلام واشوفكم في المرحلة الحاسمة في الدوري بعد انتهاء التوقف الدولي.